السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء سيصبحون بعد ليلة القدر وأسماؤهم في الجنة بإذن الله. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت أي سلسلة الشياطين ومردة الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كل ليلة عدد من المسلمين بتعتق رقابهم من النار، ومن أعتق الله رقبته فقد أصبح من أهل الجنة بفضل الله. كل ليلة في عتقاء من النار لن يدخلوها أبدا، وكتبت أسماؤهم أنهم من أهل الجنة. فما ظنكم بمن يكون عتق رقبته من النار في ليلة القدر في 19 ساعات بالكتير؟ أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا واضربوا في كل طاعة بسهم. قيام ليل ما شاء الله على الأقل ب100 آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند صحيح: ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، يكتب لكم قيام ليلة كاملة. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن في تلك الليلة، وخصوصا طبعا اقرأوا من كل آيات القرآن على قد ما تقدروا، اقرأوا جزئين 3 4 5 على قد ما تقدروا، لكن من بين القراءة حاولوا تكرروا سورة الإخلاص على الأقل 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فلو قرأناها 3 مرات كأننا قرأنا القرآن كله، فلو وافق ذلك ليلة القدر الله أكبر كأننا ختمنا القرآن كله أكثر من 1000 شهر بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم. نحاول نكثر من الأذكار على قد ما نقدر، وخصوصا الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحاول نذكر المولى عز وجل بالأذكار الجامعة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نحاول نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الله عز وجل علينا وتصلي علينا الملائكة ولتغفر خطايانا ولنكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وترفع درجاتنا في الجنة. نحاول بقدر الإمكان بر الوالدين، ولو حتى برسالة، ولو بمكالمة لو كانوا مش عايشين معانا، ولو بمكالمة أو رسالة أو غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. صلة الرحم أيضا ولو برسالة ولو بمكالمة من باب البر والصلة بفضل الله سبحانه وتعالى. نحاول إن احنا نطلع في الليلة ديت ولو صدقة يسيرة، إن شاء الله حتى تكون 5 جنيه، نطلعها كده لوجه الله فتكتب لنا الصدقة. لو وافقت ليلة القدر تكتب لنا كأننا بنتصدق لمدة أكتر من 1000 شهر كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. إطعام الصالحين وإطعام الصائمين في السحور، والسحور عون لهم على الصيام، فيكتب لنا أجر صيامهم، فيكتب ذلك لو وافق ليلة القدر وكأننا أطعمنا الصائمين لمدة أكتر من 1000 شهر بفضل الله. نحاول ندخل الفرحة على فقير أو مسكين أو أرملة أو يتيم من خلال مثلا شنطة طعام، أو من خلال ملابس جديدة نبعتها لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. إدخال الفرحة على قلوب هؤلاء المساكين. نحاول بقدر الإمكان في هذه الليلة نحدث توبة صادقة ونكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
يحاول بقدر الإمكان نكتر من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. ندعو للمسلمين في كل أرجاء الأرض بأن يعتق الله رقابهم من النار، وأن يغنمهم ليلة القدر، وأن يحقن دماءهم، وأن يرزقهم نعمة الأمان، وأن يوسع أرزاقهم، وأن يقضي ديونهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يزوج أولادهم وبناتهم. وهناك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. الله أكبر. كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل، بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني 10 ساعات صدقوني والله العظيم هتغير دنيتكم وآخرتكم، يكتب لكم بها سعادة الدنيا ونعيم الجنة والخلود فيها. فليلة القدر هي الليلة التي تكتب فيها المقادير، وهي الليلة التي تغفر فيها الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. وهذه الليلة تكتب فيها كل المقادير من السنة للسنة. قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها تكتب المقادير كما قال ابن عباس: تقدر فيها وتكتب فيها مقادير من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة، ما شاء الله. والمقادير قد تتغير لأن هناك قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو ما يكون في أم الكتاب في علم الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتغير. أما ما يكون في علم الملك فقد يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ويثبت، ده القضاء المعلق الذي يكون في علم الملك. فقد تتغير الأقدار، تتحول الإنسان من الشقاء إلى السعادة، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من المرض إلى العافية، من السقوط أو من الرسوب إلى النجاح، إلى غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة كلها بركة. سلام هي حتى مطلع الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده ركزوا بقى في ليلة القدر، مش في ليلة واحدة، في كل الليالي سواء الوترية أو الزوجية، حتى نكون على يقين من أننا أدركنا ليلة القدر في العشر الأواخر. طب ليه قلنا الزوجية؟ ربما يكون دخل رمضان بدري في بلد ودخل متأخر في بلد، حصل غلطة في رؤية الهلال، فاحنا بنحترز لأنفسنا وبنجتهد في الليالي العشر كلها بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابكم من النار، وأن يغنمكم ليلة القدر، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.